النهارده بقى هنعمل مع بعض طاجن لسان العصفور بالكبد والقوانص زي ما انتوا شايفين كده. وهنبدأ مع بعض على طول، بس قبل ما هنبدأ انا اسمي امان من مطبخ جرنين اسراء واماني. متنسوش بقى تدعموني في القناه واللايك والشير عشان يوصل لكم كل جديد معانا. هنبدأ كده زي ما انتوا شايفين شكله عامل ازاي. شكله كده يفتح النفس ومعمول بأسهل طريقه، جميل جدا. وكمان تغيير بقى، مرة مكرونة ومرة لسان العصفور ومرة رز. هنبدأ كده مع بعض على طول. جبت بقى كده الطاسة بتاعتي، حطيت فيها معلقة زبدة وطبعا ومعلقة زيت وسبتهم لما يسخنوا كويس. ونزلت كده بالكبد والقوانص. طبعا انت بقى جايبة فرخة، كل ما تجيبي فرخة كده تشيلي الكبد والقوانص بتاعتها متوفرين عندك. هنبدأ كده مع بعض على طول. طبعا غسلت الكبد والقوانص كويس جدا، حطيتهم كده في مصفى ونزلت عليهم بعصرة ليمونة وخل. وتحطهم في مصفى عشان الخل والليمون كده ياخد الزفارة كده وينزل. وطبعا وتبلتهم بمعلقة فلفل احمر زي ما انتوا شايفين كده وتوم. طبعا بعد ما غسلتهم كويس نزلت بقى كده في الطاسة بتاعتي بعد الزبدة ما سخنت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده عشان ياخدوا الصدمة الاول زي ما انتوا شايفين. طبعا بعد ما اخدوا الصدمة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده نزلت كده ببصل متقطع مكعبات زي ما انتوا شايفين وقرن فلفل كده حامي. قلبت كل ده كويس كده مع بعضه لحد البصل ما يدبل كويس. طبعا بعد ما دبل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده هنزل بقى بمعلقة فلفل احمر. هو طبعا عاوزة تحطي فلفل الوان تكتفي كده بمعلقة فلفل احمر كده، زي ما انا عملت طبعا زي ما تحبي. وهنزل بالتوابل بتاعتي. التوابل عبارة عن معلقة فلفل وكمون وكزبرة ومعلقة جنزبيل صغيرة، وكمان معلقة قرفة بتخلي الكبد والقوانص في مكان تاني خالص، ولا ريحة زفارة بقى ولا اي حاجة. طبعا والجنزبيل معروف جميل جدا. قلبت كل ده كده مع بعض كويس. دي معلقة القرفة اللي انا بقول لكم عليها. طبعا وكانت ريحتها جميلة جدا وريحتها مميزة كده ومفيش زفارة ولا اي حاجة. وانا كمان غسلها كويس وعصر عليها ليمون. طبعا قلبت كل ده كده مع بعضه وكده اللي كانت الكبد والقوانص استوت معايا. هبدأ كده على طول في عمايل لسان العصفور. طبعا معايا معلقة زبدة زي ما انتوا شايفين، وطبعا عشان الزبدة ما تتحرقش لازم تحطي معاها معلقة زيت. كل ده كده بقى يسخن مع بعضه ونزلت بكيس لسان العصفور بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا لسان العصفور لازم ايديك كده تقلبي فيه على طول عشان خاطر يبقى كله لون واحد، مفيش حبايه تحمر قبل حبايه، كله يبقى لون واحد كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا طاجن جميل جدا وهيعجبكم. طالع معايا كان تحفه. بعد ما قلبت بقى كده لسان العصفور كويس وبدأ ياخد معايا اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده، هنزل طبعا بمعلقه بقى صلصه. ليه بنزل بمعلقه صلصه؟ طبعا انا عامله صلصه بيت كده في البيت. عاوزه صلصه جاهزه المتوفر عندك عشان خاطر لسان العصفور يبقى احمر كده، مش ما يبقاش ابيض. الخطوه دي جميله جدا وهتشوفها معايا دلوقتي. هنزل كده بمعلقتين صلصه كده بيت من البيت يعني بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده على لسان العصفور، واقلبه كده كويس الصلصه مع لسان العصفور. طبعا وحاجة بقى مختلفة، مرة مكرونة مرة رز مرة لسان العصفور. طبعا بنغيره كده لأولادنا طبعا عشان ما يساووش. وطبعا في ناس بتبقى محتارة هتعمل ايه بالكبد والقوانص. لا جربي الطاجن معايا دي هيطلع معاكي تحفة جدا. نزلت كده بلسان العصفور كده في قلب الطاجن. تنزلي بقى طبعا بالشوربة بتاعتك، ما عندكيش ممكن مية اي حاجة. انا نزلت صراحة بالمية، فضلتها اكتر. شفت معلقتين الصلصه مخلينه احمر كده وطالع جميل ازاي. هتشوفوه بقى هو طالع شكله في الاخر عامل ازاي. هنزل كده بقى بالكبد والقوانص على الوش بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا لو رجعت للقناه هتلاقيني عامله طاجن مكرونه بالفراخ كان تحفه جدا. المكرونه كانت ما كانتش مستويه يعني، ما كنت سلقاها، لا كنت عاملاها نيه وكان طالع معايا ناجح وجميل جدا. لو رجعت للقناه هتلاقيه. ودي تاج لسان العصفور. اي حاجة هتلاقيها على القناة بتاعتنا متوفرة وبطريقة جميلة وسهلة. طبعا بعد ما حطيت بقى الكمية بتاعتي هغطي كده بورق فويل وهدخله الفرن. اخد معايا بالظبط ربع ساعة
وطلع بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين شكله كده يفتح النفس وجميل. وقدمته معاكم بقى بالشكل ده. شايفين لسان العصفور طالع كده جميل ومستوي، مش كده مش معجن ولا حاجة، عشان مظبوط. ما تنسوش بقى لو وصلتوا لحد هنا تدعموني في القناة، واشوفكم على خير ومع السلامة.